السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم من جديد في فيديو جديد على قناتكم ستاد بالدارجة. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد على ملاعب المغرب وكل المستجدات ديالها. اليوم جينا باش نكتشفوا مع بعض آخر المستجدات ديال ملعب مولاي الحسن بالرباط، ملعب اللي كيشوف مراحل متقدمة في الأشغال ديالو، وبالخصوص عملية التسقيف اللي ولات واضحة بزاف. اول حاجه غادي نركزوا عليها هي التسقيف. الاشغال ديال تركيب هياكل السقف مازال مستمر، واللي باين انه غادي يكون عنده نسق سريع بزاف في الايام الجايه. المنصه الرئيسيه ديال الملعب ولات كتبان مغطيه بشكل كبير، والتغطيه ديالها بدات كتبان وكتعطي فكره اوليه على الشكل النهائي اللي غيكون عليه السقف. اما الجهه المقابله للمنصه فهي تقريبا مسقفه بالكامل، والاشغال في هذه الجهه وصلت لمراحلها الاخيره. بالنسبه للجهات اللي كاينه خلف المرمى كاين تقدم واضح في تركيب الاعمده اللي غادي تحمل هياكل السقف، وهنا كيبان ان العمليه غادي تشمل الملعب كامل في القريب العاجل. والاكثر اثاره في الموضوع هي الرافعه العملاقه اللي تم الاستعانه بها اليوم، واللي حسب بعض الملاحظات هي نفس الرافعه اللي خدمات في ملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط. وجود هذه الرافعه كيأكد ان الاشغال ديال التسقيف غادي تسرع بشكل كبير في الايام الجايه، وهذا الشيء كامل غادي يعطينا منظر نهائي اقرب للواقع ديال الملعب. دابا نجيو للارضيه ديال الملعب. العشب بدا كيتجانس مع الارضيه، اللون الخضر ولا واضح والتناسق بان بشكل كبير. هاد المرحله حساسه بزاف حيت خص العشب يترسخ مزيان ويتاقلم مع الظروف قبل ما يكون صالح للاستعمال في المباريات. وهنا السؤال اللي كيطرح راسو، واش غادي نشوفوا الملعب كامل جاهز للعشب في الموسم الجاي؟ واش غادي يكون عنده منظر خيالي بحال الملاعب العالميه؟ دابا نركزوا على الكراسات. حاليا ما كاينش تغيير كبير بزاف، ولكن الشكل العام باين تقريبا كامل الكراسات داروا بنسب كبيره، وما بقى غير بعض الكراسات القليله اللي خصها تركب باش يكمل الشكل النهائي. ملي كطلع على المدرجات من بعيد كتبان منسجمه ومنظمه، وهنا كيبان باللي مرحله ديال تركيب الكراسات غادي تسالي قريبا. باختصار ملعب مولاي الحسن دخل مرحلة التسريع مع التسقيف اللي غادي تسارع بزاف بفضل الرافعة العملاقة. الأرضية بدات كتجهاز والعشب بدا كيتجانس، والكراسات قربت تكمل، وكل هاد التفاصيل كيعطيو مؤشر قوي بأن المنظر النهائي ديال الملعب غادي يكون مذهل بزاف. وفي هاد اللحظة كنحسو بحماس كبير حيت كنشوفو مشروع كبير كيغرج الواقع قدام عيوننا. واش نتوما معانا متحمسين تشوفوا الملعب كيفاش غيكون بعد ما يكمل؟ شنو هي توقعاتكم بالنسبه للتسقيف والعشب والكراسات؟ خليو لنا تعليقاتكم باش نعرفوا الراي ديالكم. وفي الختام ما تنساش تبقى متابع مع ستاد بالدارجه باش تبقى على اطلاع بجميع المستجدات ديال ملاعب المغرب. غادي نجيكم مع فيديو جديد على واحد الملعب اخر مع كل التفاصيل الدقيقه واللي كتعجب محبي كره القدم. وخلونا دائما نشاركوا الحماس ديالنا مع بعض ونتابعوا كل جديد على مشاريع الملاعب الوطنيه. شكرا لكم على المتابعة ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش ما يفوتكم حتى فيديو جديد. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله مع اخبار جديدة، مفاجآت وتفاصيل دقيقة على ملاعب المغرب. سلام.